زي ما اتفقنا معاكم في فيديو قبل كده، قلنا نتكلم عن طاقة الشموع. عشان بس قبل ما نبتدي الفيديو والناس تقول الشموع والطقوس البوذية والطقوس مش عارفة الهندية والطقوس الهندوسية، يا جماعة اللي عايز يعمل بيها يعمل بيها، اللي مش عايز يعمل بيها ده اختياركم، كل واحد حر يعمل الحاجة اللي هو عايزها. الشموع والعامة طاقة الشموع ملهاش أي علاقة بأي طقوس دينية ولا بأي طقوس ليها علاقة بأي حاجة من الحاجات دي حاجات في علم الطاقة. فاللي مقتنع ان هو يعملها طبعا يقدر يعملها، اللي غير مقتنع يا جماعه طبعا من حقه ان هو ما يقتنعش ومن حقه ان هو ما يعملهاش. لكن الحاجات دي انا هقولها لكم لان انتوا هتستفيدوا منها طاقيا طول ايام الاسبوع. اولا كل يوم من ايام الاسبوع ليه لون شمعة معين، وكل يوم ليه طلب معين ممكن تطلبوه طاقيا او تبقوا عايزينه في علوم الطاقه. يعني مثلا يوم الاثنين الشموع بتاعته لونها ابيض، يعني لو انت عايز حاجه تقدر تستخدم الشمع الابيض. الشمع الابيض عموما احنا بنستخدمه ليه؟ للطمأنينة، بنستخدمه علشان ابعاد طاقه الارتباك او الخوف، بنستخدمه علشان نعمل تواصل احسن مع الناس اللي حوالينا وتواصل اكبر مع نفسنا احنا نفسنا. يعني ايه؟ يعني تقدر تتواصل مع نفسك عن طريق الشمع الابيض يوم الاثنين. يوم الثلاث الشمع بتاعه لونه احمر. الشمع الاحمر بيستخدم علشان كذا حاجه، القوه الروحانيه، يعني تقدر تستخدم الشمع الأحمر عشان القوة الروحانية، عشان السلطة، علشان الحب، ممكن كمان تعزيز النشاط الجنسي، ممكن الناس اللي عايزة حمل، الناس اللي عايزة تستخدمه كمان لحل النزاعات والحصول على القوة الطاقية تقدر تستخدم اللون الأحمر. أما اليوم يوم الأربع بنتكلم هنا عن الشمع البنفسجي أو الموف. الموف بقى بكل ألوانه والبنفسجي بكل درجاته. ليه؟ لأنه ده متخصص للتأمل وعلشان تنجز بيه ما يتطلبه منك أي إنفاق. يعني إيه؟ يعني ما يبقاش فيه تبقى بتنفق وقت كتير في حاجة معينة. الشمع الموف بيريح أكتر وبيدي طمأنينة وبيدي راحة نفسية ويخليك تنجز أكتر ويخليك تدي الحاجة بسرعة أكبر بكتير. كمان بيخليك عندك طاقة تسامح مع نفسك ومع الآخرين وبيحسن حياتك وكمان بيزود البصيرة عندك. يوم الخميس الشمع بتاعه لونه أزرق. يوم الخميس في العموم هو الناس بتستخدمه علشان التغلب على المواقف الصعبة، وبتمنح الثقة في النفس، وبيدي القوة والحماية، وكمان ممكن تطلب بيه السلام مع نفسك ومع الآخرين وللهدوء داخل الأسرة. يعني تقدروا تولعوا يوم الخميس شمع أزرق في البيت لمجرد بس ان انتوا تخلوا فيه هدوء في البيت او تخلوا فيه هدوء مع أفراد الأسرة كلها. يوم الجمعة الشمع بتاعه فيه لونين، اللون الوردي واللون الأخضر، دول اللونين المستخدمين يوم الجمعة. يوم الجمعة هو من أحسن أيام الخصوبة. وليه بنستخدم اللون الأخضر؟ علشان الزرع بيبقى الزرع فيه أحسن. لو أنت عايز تبتدي حاجة جديدة، لو أنت مثلا عايز تحقق حب، ويا سلام بقى لو كان القمر مكتمل يوم الجمعة وأنت عملت الشمعة الخضراء أو الشمعة الوردية في البيت عندك، هيجيب لك طاقة من الوفرة وجذب فرص مادية كبيرة جدا، وتجيب لك حب وتجيب لك طمأنينة وتجيب لك راحة نفسية وتجيب لك كمان رغبة. بيبقى فيه لو انت يعني رايح مقدم في طلب وظيفة او عايز شغل جديد او بتدور على عقد جديد تمضيه، ممكن تعمل الشمعة دي يوم الجمعة وسيبها وخلاص وامشي وسيبها هي تخلص لوحدها وخلاص. يوم السبت بنستخدم ممكن لونين، يا اما اللون الاسود يا اما اللون البني. عادة الناس بتستخدم الشمعتين دول للتخلص من الطاقات السلبية، طاقة الحسد، طاقة السحر، الطاقات دي كلها ممكن تتخلص منها عن طريق هذه الألوان. كمان هي لحل المشاكل المتخصصة بالعدالة، يعني لو انت عندك مثلا تحقيقات أو عندك مثلا مشاكل قضائية تقدر تستخدم الشموع السوداء أو الشموع البنية علشان تعلي من الطاقة وتخلص من المشاكل دي. يوم الأحد عندك لونين، الشمع الأصفر أو الشمع البرتقالي، وأنا بضيف عليه كمان الشمع الذهبي. لو احنا حطينا الثلاث الوان دول هيبقى عندك تواصل احسن للتجار، هيبقى عندهم مكاسب ماديه اكبر بكتير. لو انت كمان بتدور على الوفره او الثروه او عندك يبقى كمان حظوظ في امتحاناتك، تقدر تستخدم الشموع دي. وعاده هي بتستخدم اكتر لجلب المال او لجلب طاقه الوفره الماديه والماليه اكتر من اي شيء اخر.
اللي عايز يعمل بالنصايح دي يقدر يشتري الشموع بالالوان دي ويقدر يستخدمها في البيت، تستخدميها في اوضتك قبل ما تنامي، تقدري تستخدميها اثناء اعداد الطعام، باي وسيله انت عايزاها او في اي وقت انت عايزاه. الشموع دي ممكن تديكي حافز اكبر وتديكي قوه طاقيه اكبر بكتير بانك انت تقدري او انت تقدر تطلب الحاجه اللي انت عايزها. شكرا ليكم، وده كان فيديو علشان اختيار الشموع. شكرا لكم.